عاجل وفاة 10 أطفال بسبب لقاح كورونا. أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن مذكرة داخلية صادرة عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تشير إلى احتمال وفاة 10 أطفال على الأقل بسبب لقاحات كوفيد-19 مع الاشتباه في التهاب عضلة القلب كسبب محتمل. ولم تصدر وزارة الصحة الأمريكية أي تعليق رسمي حتى الآن، ويأتي ذلك تزامنا مع قرار وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور تغيير سياسة اللقاحات بشكل جذري، حيث أصبح الحصول عليها محصورا بالفئات التي تفوق 65 عاما أو المصابين بحالات صحية مزمنة. ويعرف كينيدي بمواقفه السابقة المناهضة للقاحات، ولم تفصح المذكرة عن أعمار الأطفال أو أوضاعهم الصحية أو أنواع اللقاحات، إلى أن صاحبها فيناي برساد وصف النتائج بأنها كشف عميق، معلنا خططا لتعزيز الرقابة وفرض إجراء دراسات عشوائية شاملة. ومن المقرر أن تجتمع لجنة اللقاحات في مراكز السيطرة على الأمراض خلال الأيام المقبلة لمناقشة هذه التطورات.